بعد ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت ليه الأهرامات اتبنت وازاي الأهرامات اتبنت، يجي دلوقتي سؤال مهم جدا. هو ايه اللي جوه الأهرامات؟ الأهرامات مش مجرد مبنى ضخم من بره وخلاص، ده من جوه عبارة عن تصميم معقد جدا ومليان ممرات وغرف. أول وأهم جزء جوه الهرم هو غرفة الدفن، ودي كانت الغرفة الأساسية اللي بيتحط فيها جثمان الملك بعد وفاته، وكانوا بيحطوا معاه كل حاجته وأشياءه الثمينة، حتى أكله وشربه كمان، اعتقادا منهم إنها هتفيده في الحياة الأخرى. بس قبل ما توصل لغرفة الدفن بتعدي على ممرات طويلة وضيقة جدا، في منها طالع لفوق أو نازل لتحت. الممرات دي كانت معمولة بعناية شديدة جدا عشان تحمي الهرم من السرقة أو حتى الدخول السهل. وفي بعض الأهرامات كمان كان فيه غرف جانبية مش كلها وظيفتها كانت معروفة، لكن يعتقد إنها كانت مخازن أو غرف رمزية أو طرق خداع لحماية المقبرة. التصميم كله كان مقصود بإنه يكون صعب ومعقد جدا عشان أي حد يحاول يدخل يضيع في الممرات أو ما يوصلش للغرفة الأساسية بسهولة. واللي يدهش فعلا إن الأهرامات لحد النهاردة وبعد آلاف السنين لسه محتفظة بشكلها الداخلي، ومعظمها لسه لغز بالنسبة للعلماء. يعني الأهرامات مش بس عجيبة من بره، ده كمان مليانة أسرار من جوه.